انظروا ماذا سيفعل الله. أخذ الكرة بطريقة جبارة وجميلة جدا، ثم يأتي الله. انظروا إلى هذه اللمسة وإلى هذه. الله 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 الله. لا أعلم ماذا سأمدح، هل الجول أم البينية يا سادة؟ هذه تهامة وهذا أشبالها. ماذا يفعلون؟ يأتون بأهداف خارقة وجميلة. الله الله الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب الجمهور أعزائي المشتركين، أنا أفدالكم وأفدال الكل. اليوم معي الكابتن عبد القادر. حيا بك يا كابتن عبد القادر، كيف أنت؟ الحمد لله. مكيف؟ اللهم لك الحمد. وضح للجمهور الكابتن إيش الفريق حقكم؟ اسمي الكابتن عبد القادر جعفر، مدرب وفريق نجوم تهامة في محافظة الحديدة. محافظة الحديدة. أيوة الحمد لله. براعم سن 15 سنة وتحت. ضخم. اليوم ما شاء الله المدرب حصل على الكأس، كأس الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي. والمشكلة معاهم معوقات كثيرة، يعني فريق ما شاء الله والله ما هو في أوروبا، يفتقر للدعم المادي والمعنوي وكل حاجة. واليوم بز كاس، وقبل 3 أيام بزيته كاس صح؟ قبل يومين. على صقور الربصة قبل يومين. ايش المواجهات اللي بتواجهكم في العائدة المالية والدعم والهذا؟ والله شوف، احنا ما شاء الله بفضل الله تعالى نمتلك مواهب ما شاء الله، يعني زي ما تقول نجوم حق محافظة الحديدة نمتلكها بفضل الله في فريق نجوم تهامة. لاعبين ممتازين، فريق متكامل الحمد لله بفضل الله تعالى. تلتزم يعني معنا معوقات كثيرة، يقولون افتكر للدعم الجانب المادي. أقول الجانب المادي أكثر، أغلبية 70% أقوم بها أنا. طبعا أنا موظف في مؤسسة موانئ البحر الأحمر على قد الحال. يعني تصرف على فريق أنت؟ أصرف على فريق من ناحية الراتب وكل شيء، ومي برضه إدارة ما تكسرش معين، أعضاء إدارة. طيب بس دخلهم محدود. أعضاء الإدارة. طيب أعضاء الإدارة هذا النادي هو محسوب على الدولة ولا لا؟ لا هذا يعتبر فريق حواري يعني حواري. بس ما شاء الله. طيب ما شاء الله على ما بصرت أنا على ما بصرت الفريق ما شاء الله، بصرت الفيديوهات بصرت فريق يعني يعتبر كأنه يعتبر كفريق براعم درجة أولى. الحمد لله بفضل الله. وعلى فكرة أنا من النوع اللي يعجبني أوثق أولادي، هذا ينفعهم مستقبلا أكيد. يعني في كل مباراة ما شاء الله أنسق لهم واحد مصور يصور، أوثق لهم الأهداف، كم نتائج الخصم ما بيني وبين الخصم هذا، كم بيني وبينه فارق النتائج من ناحية الفوز والخسارة والأهداف برضه. ما شاء الله من ناحية النهائيات، وصول النهائيات أكثر. في عام 2022 صعدنا إلى 13 نهائي. كم حصلتم 2020 كم حصلتم منافس في 2020؟ أنا بجي لك التفاصيل. في عام 2022 13 نهائي ما شاء الله، اللهم صل على محمد. وفي نفس الوقت 8 في المركز الأول ما شاء الله، وصولا على المركز الأول نسبة 13. أيوه، و4 في المركز الثاني ما شاء الله. واحد معلق إلى الآن لم يتم. إذا تم ليش؟ لعبه سبب اللجنة أحيانا تقول لجنة الله يعفي عنها. لجنة من الوزارة نفسها؟ لا، من الحواري يعني إلى الآن. يعني ما قدرت تسوموكم على الدولة ولا على الدولة اللعبة الآن هذا؟ ما بيش للدولة. إذا تم لعبة هذا النهائي أضمها أنا في خزينة 2023 يعني على حسب اليوم. أيوه، حسب اليوم اللي نلعبه فيه به نوضعه في التاريخ. ولا قائمة الإحصائيات موثق، حتى الحكم أنا موثقة من اللجنة من والملعب. هذا شيء رائد لي، كان تنظيم لي لنفسي يعني. أكيد هذا هو شيء للناس. أيوه، برنامج لي لأي شخص في حال يعني يشتي كدباك أو يشتي يوقف لك معوق حسب منا وغيره، تجي تابله بالتفاصيل، حتى الملعب وحتى الحكم الله تجيب له. طيب يعني ما قد حصلتوا على أي حاجة من الدولة حتى الدعم معنوي؟ والله شوف، مادي أنا يعني. قلت لك إلا من رحم الله، بس الدعم الرسمي ما فيش. يعني صلي على رسول الله، 4 نهائيات أو 5 نهائيات، تمام؟ ركز على الكلام. الأب الجرامات هي الجرامات حقهم الفن نفسه. الفنايل يعني بيلعب. أنت تدري إلى الآن لم أستطيع يعني لم أستطيع أن أنا عند الخطاط عنده جرامات 22 جرام. أنا كنت صفتي أستعمل زي ما تقول ما شاء الله تطور الفريق وموهبته أصبحت كثيرة. يعني أقل شيء واحد جمهور كثير صراحة أحيي الجمهور، يعني يعشق الصدق. في جمهور من شتى المديريات وشتى الحواري يجي يستمتع، وحتى يحاول قدر المستطاع والله يتواصل معي
يا كابتن متى تلعب متى تلعب صراحة. طيب ما قد حددوا لهم اقل شيء حاجه من الدوله يعني قطعه ارض لعب ولا حاجه ولا حتى نادي رسمي ولا يفتح لكم؟ قلت لك على موضوع الجرامات الى الان اقول لك عند الخطط لي شهرين حتى اتصل بشر لك رقم حقت الخطات لم استطع ان اوفي له. اشتريت الجرامات دخلتها كباء فكره الحمد لله وتساعدنا ساهمنا اشتريناها في نفس الوقت. يعني الجرامات انا كنت ناوي يعني زي ما تقول الحين اشتري اللاعب يلعب والجرام باسمه يكون يرفع يعني يرفع معنوياته كثير. الله. فعند المخطط كانت 28,000 لا يعطونا شبياس لا يعطيني شبياس يعطيني الخطاب عند المصداقيه فقط. الى الان ما قدرتش اخذ الجرامات واعطيه بياس. انا قلت لك على قد الحال. طيب الكؤوس اللي لحد الان كامله كم حصلت كؤوس؟ ما شاء الله كثير اللهم لك الحمد يعني تتعدي من فوق 25 فوق 25 كاس. انا موثقها كامل. ولا المنتخب حقنا والله ما قد حقق كاس. الحمد لله او موثقها في اللابتوب حتى الصور القديمه. انا وصل لي الفيديو بس ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله. دائما اليوم تهامه من النوع اللي اوثق لاجله هو سبحان الله يوقع له شيء واحد يظهر بلعبه ولا شيء ترسل له فيديوهات يرتقي يكون انت سبب في انتشاءه بنفس الوقت يدعي لك ويدعي للجمهوريه اليمنيه بشكل عام فاهمني؟ يعني محسوب برضه للجمهوريه اليمنيه سواء في حال لعب اسم الدوله او احد اتجنس مع اي دوله يعني اخرى. حتى لو ما تجنس ولا هو باخذ بلده اول شيء وبعدها يجي منهم ايش؟ مثلا يعني هو اللاعبين حق الحواري بيجوا بعضهم افضل من اللاعبين حق المنتخب. يعني احنا معلقين دائما على المنتخب الاول والمنتخب الثاني هذا الشباب والبراعم والذا نفسهم هم وبهنديه ما شاء الله بالحواري اقسم بالله انهم نجوم على ما شفت انا الفيديوهات وانا قاعد انشر الفيديوهات في الفيديو هذا وعاد تبصروا اقسم بالله العلي العظيم يا ذاك ايش اقول لعب برازيلي حقنا المنتخب يمكن ما يستلف على هجمه واحده من اللي فعلوها لكن احنا نامل انه يكتب الله خير في هذا الفيديو وان الصدق فريقكم يستاهل قلدني الله والدعم يستاهله. فاذا واحد ان شاء الله يحب يدعم ولا شيء فبدو عن رسل له رقم الاخ راسا براس ان شاء الله واحنا بقدر المستطاع ان شاء الله ما عنظلتكم قلدني الله. الان لو جلس شكله قلنا فيديوهات لا انا وانا اتحدث لك الحين الحمد لله بفضل الله تعالى. طبعا انا طلعت صنعاء معي بطوله مثل منتخب وزاره النقل استدعوني انا والكابتن سالم سعيد من مؤسسه موانئ بحر الاحمر مثل منتخب وزاره النقل. الكابتن سالم سعيد غني عن التعريف ما شاء الله. انا وانا اتحدث اليك الحمد لله بفضل الله جينا اتصال قبل نصف ساعه على انهم اخذوا بطوله على فريق ما شاء الله ملكين خزه اسمه فريق الملكي الدوري مسمى الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي في ملعب مدرسه الشروق التي في شارع 30 خلف محطه الكهرباء في محافظه الحديده شارع يعني ما شاء الله يعني بيشاركوا حتى اول امس وازيدك شيء واول امس بفضل الله تعالى اخذنا بطوله يعني من بدايه 2023 1/1/2023 الى الان 14 كم اليوم 12 صح؟ 12/3/2023 6 نهائيات. كم حصلتوا فيها فوز؟ 6 نهائيات ركز عن شهرين و14 يوم او 12 يوم 6 نهائيات. الاول والثاني والثالث والرابع اخذنا الحمد لله 4 نهائيات في المركز الاول واحد معلق والثاني بنعملها ان شاء الله يوم الجمعه يعني في 17 مع المعلق الاول حق 2023 لا غير المعلق 2023 هذا معلق 7 بيكون مع المعلق بيكون 7. انا اشوف انا ما ادخلها في خزينه نجوم تهامه في خزينه الاحصائيات سواء المركز الاول والثاني الا بعد تم اللعب سواء فائز او مهزوم. فائز مبروك مهزوم هارد لك. الله يوفقكم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ان الناس يتفاعلوا مع النادي هذا والله يستاهل ان شاء الله لما يشوفوا الفيديوهات واذا في نصيب من الله. اما انا مستمر انا بالنسبه لي هذا هو انا بالامكانيات اللي توجد لدي. اما والله انا احلف لكم يمين انه معي مواهب اقسم بالله العلي العظيم يعني خياليه ولا وانتم مش مصدقين ولا شيء. لو واحد الداعم ولا اي شخص يسال في محافظه الحديده عن فريق نجوم تهامه فقط. هذا الكلام اللي تكلمناه يا جمهوري العزيز وان شاء الله انا بنشر لكم الفيديوهات وانتم ركزوا وشوفوا بنفسكم واحكموا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارترا هذا بيكيه يهيئ لي فيدال وصلت عن طريق ميسي يحولها في الجهه اليسرى. ايفان راكيتيتش ميسي الله
يا